هو جي اي جونيور اجاييه لاعب الاهلي السابق فين دلوقتي؟ بص، شئنا او ابينا اجاي واحد من افضل المحترفين اللي مروا في تاريخ النادي الاهلي. لاعب هتحط جناح هيشتغل، هتحط مهاجم شغال، اي مكان هتلاقي اجاي حاضر وقادر يقدم اضافه. قدر يسجل مع النادي الاهلي 41 هدف وصنع 30 هدف، يعني عامل مع النادي الاهلي 71 مساهمه، وده رقم كبير جدا. بالاضافه انه قدر يفوز مع النادي الاهلي ب 10 بطولات، منهم 2 دوري ابطال افريقيا. اجاي بعد الاهلي انتقل لسموحه، وللاسف بعد انتقاله جات له اصابه بعد فتره كبيره جدا، ولما رجع قدر يسجل 4 اهداف وصنع هدف في 8 ماتشات، ولكن كان بيغيب كتير واصاباته كتير، والقصه ما كانتش افضل حاجه علشان يرحل من سموحه وانتقل لنادي الهلال الليبي. هناك لعب موسم كامل وسجل هدف وحيد فقط في 15 مباراه، علشان في 2026 ينتقل لنادي الوحدات الاردني. وبعد تاني مباراه بيسجل هدف في بطوله اسيا 2 اللي هي البطوله الثانيه امام الوصل الاماراتي، بس بعدها مستواه تراجع وما قدمش اي حاجه تذكر علشان يرحل وانضم لنادي الكرامه السوري اللي هو موجود معاه في الوقت الحالي. وهو هناك بيشارك بشكل اساسي وبيقدم مستوى جيد، بس برضه اصاباته كتير، بعض الشيء بيغيب يعني، بس هو لاعب مؤثر، وانا اتفرجت او شفت اكتر من مباراه لاجاي، لا بيقدم مستوى جيد. فانا بشوف ان اجاي كان يقدر يعمل مسيره اكبر من كده بكتير مع النادي الاهلي، ولكن للاسف عدم اهتمامه بنفسه هو اللي ضيع حاجات كتير جدا كان يقدر يوصل لها بعد كده. هل اجاي كان يقدر يوصل لمسيره اكبر مع النادي الاهلي؟ وهل ارقامه اللي عملها مع النادي الاهلي تخليه واحد من اقوى المحترفين في تاريخ النادي، ولا انت شايف ايه؟ وقول لي الحلقه اللي جايه بقى نتكلم عن مين من سلسله حلقات هو فين دلوقتي.